السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. بجد بجد انا زعلانة منكم بجد والله. دلوقتي انتوا يعني حتى اللي مش عاجبه الفيديو ما تعملوا لايك. اللايك ده بيفرق معايا والتعليق بيفرق معايا. فليه انتوا كده بتزعلوني بجد منكم والله؟ بجد انتوا كده مش عايزيني بقى انا اطلع تاني ولا اتكلم في مشاكل ولا نتكلم مع بعض ولا اي حاجة. عشان خاطر ربنا ادوسوا لايك. يلا نبتدي بقى الحكاية. واحدة بتقول ان احنا على قد حالنا، وامي ما عندهاش غير اوضتين وصاله، شقتها اوضتين وصاله، وبابانا متوفي وبتاخد معاش امي كويس، فمكفيها، مكفي علاجها ومكفي اكلها وشربها، مكفي التزاماتها. فامي حبت تتجوز اخويا. احنا بنتين وولد، فانا الحمد لله متجوزين وعندنا ايه، كل واحده بيت يعني بعيالها بجوزها من فلوس جوزها، مش ورث ولا حاجه، احنا على قد حالنا. فامي قالت اتجوز ايه اخويا، اتجوز اخويا في الشقه. فامي قاعده في اوضه وعامله لها حمام وفي نفس الاوضه يعني، ودول حاطه تلفزيون وحاطه حاجتها ما تطلعش من الاوضه خالص، ومرات ابنها معاها في نفس الشقه. فبتقول هي خدماها ومش مزعلاها، وبتقول ما بتشتكيش منها، كل ما اقول لها يا ماما مرات اخويا عامله معاكي ايه، تقول لها كويسه الحمد لله. فهي بقول لها يا ماما طب مش مضايقاكي؟ قالت لها لا والله يا بنتي انا مش بتدخل في حاجه. فبتقول ماما تعبت خالص وجات لها جلطه ما بقتش تقوم، ومرات اخويا هي اللي قايمه بيها. فانا لما بروح انا ولا اختي، اول ما بروح قافله اوضتها وتروح سايبانا وماشيه، رايحه عند امها او رايحه تخرج او رايحه في اي حته. فانا بقول لها ليه يا امي بتعمل كده؟ هي مش عايزه تقعد ايه يا امي في ايه؟ كانها مش عايزه تقعد معانا ومش طايقانا. طب هي ليه ما يعني ليه وانتي بتحكمي عليا ان انا اروق واعمل اكل مطرح ما عيالي وسخه؟ طب انا جايه ارتاح عندكم اروح اشتغل؟ فاختي التانية بتقول لي ما اعرفش نكلمها. فامها بتقول ايه، ما هي يا ولاد ما تضايقوش اخوكوا، انا مش عايزه ازعل منه ولا هو يزعل مني، والبنت كويسه معايا ما بتعمليش حاجه. فاقولها لا. فبتقول اتفقت انا واختي ان احنا نكلمها، بس امي عماله تقول لا مش مضايقاني سيبوها مالكوش دعوه بيها، وبتقفل كمان الاوضه. طب هي بتقفل الاوضه ليه واحنا نسرقها؟ بصراحه انا شايفه انت واختك بجحيم. يعني هي بتسيبكوا مش بتسيبكوا وحاشه منها، هي ان هي شايله امكم الاسبوع كله وما صدقت اليوم اللي انتوا جيتوا فيه عشان هي تروح ما تسيبهاش لوحدها وتلاقي حد يقعد معاها وتروح عند اهلها زي ما انت رايحه عند امك، هي عايزه تروح عند امها، عايزه ستي تروح مشوار، عايزه تجيب حاجه. انت كمان صعبان عليكي تشيلي امك يوم، وصعبان عليكي تعملي لها اكل ولا تروقي مكان ما اكلت وشربت انت وعيالك. وبتقول ان هي امها زعلان، اما ما بتقول لها ليه انا اعمل ليه، انا جاي استريح. هتلاقي يا بنتي يعني اليوم اللي انتوا جايين فيه كمان عايزين هي تخدمكم وتخدم عيالكم، ما هي عندها حق. معنى كده ان امك حقانيه، مش ان هي زعلانه، مش هي مش عايزاك ولا مش طايقاك ولا قالت حاجه غلط، لا امك حقانيه ان هي فعلا كفايه عليا ان هي بتشيل وتحط فيها وبتقولي ام القاعده وما اتكلمتش ومش مضايقاها وشايلاها. انت كمان عايزه تيجي وتاكلك وتشربك انت وعيالك وتعمل وتبهدلوا الدنيا وتمشي وهي تتعكف في اللي انتوا عملتوه. لا انت بيك حق قوي. المفروض انتوا عندكم انتوا اختين، ممكن اقول لكم احنا 3 والاسبوع يتقسم علينا احنا ال3، وهي ما عندها حق. ما انتوا بناتها اولى بيها. انا هعمل بس عشان حكم ان انا قاعده معاها، او ده ذوق مني، ممكن برضه اقول لكم ماليش فيه واقسموا الاسبوع عليكم انتوا الاثنين. لكن هي عشان هي كويسه وساكته فانتوا تدوسوا؟ انا مش شايفه ملكوش حق خالص خالص. لو واحده غيرها امكم عندكم شيلوها، انا مش دعوه بيها ومبقاش ليها ملامه، عشان هي امكم اولى، انتوا اولى بيها مش هي بزوجيه من عندها وطلعت بنت ناس وبنت اصول، وربنا هيجازيها خير ان شاء الله. لكن انتوا كمان تدوسوا عليها وتقولي لها لا اقعدي عشان تخدمينا وتعملنا اكل وشرب وتنضفي من ورانا؟ لا انا شايفه اللي انت بتقوليه ده غلط خالص 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 خالص، مش عدل. وانتوا برضو قولوا لنا رايكم في الكومنتات، واللي حصل لها نفس الموقف تقول اتصرفت ازاي. يلا سلام عليكم، في فيديو جديد ولايكات بقى، ماشي؟ سلام عليكم.